سلام البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وانا خير ومرحبا بكم معايا في نوفيل فيديو لنهار اليوم. قبل ان نبداو الفيديو نقول لكم ما تنساوش تخلونا جيم واشتراك وتنضموا لعائلتنا. في هذا الفيديو حبيت نشارككم بتجربتي بمزيل العرق من شركة بيونس. هذه شركة جزائرية عندها بزاف منتجات فيما يخص الكوسمتيك، ومؤخرا كانوا جابوا لنا مزيل العرق اللي متكون من مكونات طبيعية ودار ضجة. حبيت نشارككم تجربتي فيما يخص هذا مزيل العرق. مكوناته هي مكونات جد طبيعية، فهو يتكون من زيت جوز الهند، من فيتامين ومن شمع النحل وكذلك من العطر. فيه 5 تشكيلات مختلفة على حسب الرائحة. أما بالنسبة للمكونات فهي نفس المكونات. بالنسبة لاستخداماته يستخدم تحت الإبطين وكذلك لتعطير المناطق الحساسة الخارجية. بالنسبة لتجربتي أنا فيما يخص هذا مزيل العرق، أنا شفت فيه نتيجة بزاف مليحة، خصوصا للناس اللي يعانيوا من التعرق العادي. وكذلك فيما يخص المكونات يعني ما فيه سيليكون، ما فيش بارابان، ما فيش كحول اللي تسبب لنا اسودات تحت الإبطين. وبالنسبة لي أنا عجبني هذا الأزرق فيما يخص الرائحة، وكذلك عجبني الصبار. تبقى فقط يعني قضية أذواق. أما بالنسبة للمكونات هي نفس المكونات، قلت لكم فيه 5 تشكيلات تقدروا تشموها وتخيروا العطر أو الرائحة اللي تعجبكم. بالنسبة لقوام هذا المزيل العرق كما راني وضحت لكم في الفيديو، جاي قوام كريمي تمتص يعني البشرة عادي، ما يتلاصقش. هذه أكثر الميزات اللي عجبتني فيه، وحبيت نشارككم تجربتي فيما يخص هذا المزيل العرق الطبيعي. البنات اللي يحبوا مزيلات العرق الطبيعية ننصحكم أنكم تجربوه. فقط نعاود نأكد لكم هذا مزيل العرق ليس فقط استعماله تحت الإبطين، تقدروا أيضا تستعملوه في المناطق الحساسة الخارجية. نتمنى أنني أكون فدتكم. تهلاو في روحكم حبيباتي، سلام.